السلام عليكم أخواتي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بودكاست جديد نتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالكم. واليوم إن شاء الله غادي نهضروا على واحد الصفة اللي كتكون في المرأة. صفة اللي ما مزياناش بصراحة، كيف ما كنعرفوا حنا النساء فعندنا صفات اللي هما كتار، منهم صفات اللي مزيانين ومنهم كذلك اللي صفات اللي خايبين. واليوم ان شاء الله حنا غادي نناقشوا الصفة ديال المرأة اللي تتكون فيها الهضرة بزاف، تأثير هاد الصفة هادي على علاقتها بعائلتها وعلى الزوج ديالها، يعني بالدرجة الأولى. صفة اللي ما مزياناش الصراحة وكيترتب عليها بزاف ديال الأمور اللي كتقدر دير مشاكل يعني في الأسرة ديالها أولا في العائلة ديالها. دونك أنا إن شاء الله حطوا واحد القهيوة ولا واحد أتاي ونتمنى تسمعوا الفيديو حتى الأخير. غادي نبداو بعلاقة المرأة اللي كتكون فيها الهضرة بزاف بزاف، وعلاقتها كيفاش كتكون بالراجل. المرأة اللي كتكون فيها الهضرة بزاف بزاف ونقير، كنقصد هنا المرأة اللي كتنقر على الصغيرة والكبيرة. هاد النوع ديال العيالات كيتسماو حنا عندنا بالمرأة النقارة. دونك هنا غادي نقول لكم علاش الراجل كطلع ليه في راسو هاد المرأة النقارة. واخا هاد الصفة تقدر تبان لينا هادية، ولكن راه تيكون عندها تأثير اللي هو كبير كبير بزاف، ويقدر حتى الراجل انه ما يتحملش هاد الصفة هادي ويتفرق مع المرأة بسبب هاد الصفة هادي. دونك هادشي كيرجع لعدة أسباب غادي نذكر لكم من أهمها. يعني تيكون واحد الإجهاد مستمر، الراجل مثلا كيجي من الخدمة عيان باغي يرتاح، تيقلب على الهدوء على السكينة. دونك كيلقى الهضرة، ملي كيدخل كيلقى الهضرة، كيلقى المرأة غير كتحرك غير معصبة غير كتغوت. يعني تيولي هذاك الوسط اللي داخل ليه هذاك البيت اللي كيتسنى انه يلقى فيه راحته، كيولي بلاصة ديال التوتر وديال الازعاج، وبالتالي ماشي بلاصة ديال الراحة. دونك هنا كذلك الراجل كيولي كيحس، يعني كيجي واحد الشعور ديال التقييد والانتقاد. غادي نشرحها لكم. النقير المستمر كيحسس الراجل بانه ديما مراقب، وديما انه يعني ما ديما مقصر في حق البيت ديالو والزوجه ديالو. هادشي المراه اللي كتخليه يحس هاد الاحساس بانه راه مقصر وبانه ما كيوقفش على شغل البيت ديالو. كيولي كيشوف المراه يعني ماشي شريكه ديال حياته، ولكن تيولي كيشوفها بحال واحد الشخص، يعني بحال شي قاضي كيحكم عليه اولا كيحقق معاه. يعني هادشي بالتالي كيقتل الحب وكيقتل الاحترام. وهنا اختي غادي نقول لك ردي البال بزاف بزاف من كثره الهضره، لان كثره الهضره على الصغيره والكبيره كتولي الهضره ما عندها حتى شي معنى وما عندها حتى شي قيمه. وبالتالي الراجل ما كيبقاش يتصنت ليك، لانه عارف بان اغلبيه هذيك الهضره راه غير هضره خاويه وغير نبير، ما يستحقش انه يدير المجهود باش يسمعك. او لا حتى بعض المرات يقدر يدير راسو كيتصنت لك، هو راه حتى كلمه ما دخلت لودني من هذاك الشيء كامل. هاد الصفة خايبة وخايبة بزاف، لأن كتسبب في النوم العاطفي بين المرأة وبين الراجل، لأن غير كيدمر هذاك الجو ديال الرومانسية. ما كيبقاش واحد الجو اللي هو زوين بين الزوجين. الراجل ما كيبقاش باغي يقرب لمرته لا نفسيا ولا جسديا، بحيث كل مرة كيتلاقى معاها أو لا كتجي الفرصة أنه يكون قريب منها كيبقى غير كيتسنى إمتاش تبقى تهضر وإمتاش تبقى تنقر على أي حاجة. وهنا حبيبتي غادي نعطيك بعض النصائح اللي عمليه وتقدري تاخدي بها، يعني باش تجاوزي هاد الصفه هادي وما تبقاش فيك الهضره كثيره كثيره بزاف. اولا غادي ننصحك انك تدربي يعني على التصفيه. قبل ما تهضري سولي راسك ثلاثه الاسئله: واش هاد الهضره ضروريه نقولها دابا؟ واش هاد الهضره اللي غادي نقول ثانيا، هاد الهضره اللي غادي نقول واش غتزيد شي قيمه، يعني واش غتعطيني شي حل، غتعطيني شي معلومه اضافيه؟ والنقطة الثالثة، واش هاد الشيء يعني واش هاد الهضرة اللي بغيت نقول يعني ضروري نقولها دابا ولا نقدر نأجلها حتى نغدا؟ دونك إلا كانت هاد الإجابة هي الثالثة، يعني نقدر نأجلها، فبالتالي سكتي وخلي يعني تدربي على التجاهل يعني، وتجاوزي هذا الأمر هذا البسيط، وأجلي ما أمكن إلا كانت هضرة ما فيهاش شي إفادة. وهنا غادي نعطيك أختي واحد التحدي اللي هو بسيط ولكن غادي ينفعك بزاف بزاف. حاولي لو لقيت اللي مثلا اللي كيدخل فيها الراجل البيت، فحاولي يعني ديري واحد التدريب على السكوت الذهبي. انا غادي نسميه لك السكوت الذهبي، يعني من 15 حتى ل 30 دقيقه السكوت التام.
لدرجة ما تسوليهش، ما تقوليليش مالك، ما تقوليليش فين كنتي، ما تجبدي حتى شي موضوع، هاد 15 دقيقة حتى ل30 دقيقة خليه فيها يرتاح، وبالتالي راه حتى انت كترتاحي. ياك فهمتي؟ يعني دونك حتى ياخد راحتو، يبدل حويجاتو، يكون مرتاح. عاد ديك الساعة نقدروا نهضروا واحد الهضره اللي كتكون ايجابيه فقط، لا داعي نذكروا يعني هضره اللي تتكون جانبيه، هضره خاويه، هضره على الناس اللي ما غادي تفيد بتا شي حاجه. فبالتالي الا هضري على شي حاجه زوينه، مثلا شكري على شي حاجه، هضروا في شي حاجه كتخص الوليدات، هضروا في شي حاجه كتخص الدار. وهنا كذلك غادي نوصيك يعني باش تعودي تختاري الوقت المناسب على حسب الظروف والعمل ديال الزوج ديالك. فمثلا يقدر مثلا تاجلي كاع هذيك الجلسه اللي غادي تجلسي معاه وغادي تهضري معاه في هاد الامور، مثلا حتى الوقيته اللي غادي تشوفي فيها بانه راه صافي مثلا بدل حويجاتو، كلا مثلا تقدري تقولي ليه واش ممكن تعطيني واحد 10 دقائق مورا العشاء نهضروا فيها. تقدري تناقشي معاه مشاكل ديال الوليدات في المدرسه. بالتالي كيكون واحد النقاش اللي هو مباشر. فملي كتهضري على مشكل دخلي مباشره في الموضوع، بلا مقدمات، بلا لوم، يعني بلا ما زعما تقولي ليه هادوك الكلمات اللي كتكون شويه اللي كتجيب الاحباط، بحال مثلا ديما كنهضر معاك وكتنسى. مثلا نحاولوا نرتقيو في الاسلوب ديالنا شويه، مثلا نعرفوا كيفاش نطلبوا الطلب، عافاك مثلا واش تقدر دير هادي ولا هادي ولاد. فبالتالي الراجل حتى هو كيولي عاطيك الوقت يعني طويل باش يتصنت لك وباش حتى ينفذ هادوك الطلبات ديالك. وأنا أختي الحبيبة غادي نعطيك واحد النصيحة اللي مهمة جدا جدا، هي أنك تصنتي قبل ما تهضري. تعلمي كيفاش تعودي تسمعي كتر، ماشي تهضري تصنتي كتر تسمعي كتر. مثلا حنا باقيين في إطار يعني العلاقة بين الرجل والمرأة. مثلا ملي يكون الراجل مثلا كيهضر ما تقاطعيش، خليه حتى يكمل الهضرة ديالو، يعني بلا ما ندخلو في داك الإطار ديال المقاطعة ونقير وهو يقول كلمة وانت ضروري ترديها، لأن هنا ماشي فحنا كاينين في واحد السباق، ولكن حنا هنا كنتناقشوا يعني كنبغيو العلاقه يعني والحوار يدوز بواحد الطريقه اللي مزيانه. وبالتالي خصك تعبري يعني على الحاجه اللي محتاجه ليها، ماشي تنتقدي، بعدي على الانتقاد. مثلا نطلب واحد الحاجه بطريقه اللي زوينه واللي نكون محتاجه ليها، ماشي غير نهضر عليها وصافي. دونك فهنا كيرجع في الحقيقه الراجل والمراه خصهم بجوج يديروا مجهود باش تكون العلاقه يعني مبنيه على الاحترام المتبادل وحتى السكينه. وهنا ضروري غادي نذكر يعني دور الراجل كيفاش يتعامل مع المراه اللي كيكون خصوصا عارف بان فيها هاد الصفه ديال النقير. فهنا نصيحتي للراجل كذلك تصنت ليها في البدايه، ولكن بحدود. يعني ملي تبدا الهضره ديالها بزاف بزاف ونقير في الاول ما تقاطعهاش، خليها تفرغ شويه، حيت بعض المرات كنكونوا محتاجين غير اللي يسمع لينا، مثلا حنا النساء. النقطه الثانيه، حبس النقاش بلطف، ومثلا نقول لها دابا راه انت ميدان نرجع نعاودو نكملو هضرتنا. بهاد الطريقه هادي يعني طريقه ذكيه، المراه راه غادي تبدا تحس بانها تاني دخلات في الحيط، ولا تغير كتنقر، ولا تغير كتهضر، يعني كتفرق الهضره كما تنقولوا في اليمين وفي الشمال مثلا. ولكن انت خصك تعرف كيفاش تجاوبها، مثلا تقولي انا فاهمك ولكن باش نلقاو حل. مثلا عطينا واحد 5 دقائق غادي نناقشوا شويه ونشوفوا داكشي المهم غادي نتفقوا عليه. نصيحة اللي مهمة لك سيدي الرجل أنك تركز على الموضوع الأصلي. بما أنك عرفتي الصفة ديال مرتك أنها فيها الهضرة كثيرة ونقارة وكتدخل في الانتقادات، فدونك هنا خصك من خلال الحوار ديالها تركز فقط على المشكل الأساسي اللي بغات توصل لك وتجاهل باقي الهضرة الزايدة. وهنا بغيت نقول لك الا حطيتو في داك الموقف ديال الهضره وديال الغوات، فنصحك انك ما تدخلش في حرب يعني بينك وبينها ديال الكلام. ونصيحة أخرى بغيت نعطيها لك أخي الرجل، هي أنك فاش تكون كتناقش مع الزوجة ديالك فحاول أنك يعني تستخدم واحد الميزة ديال الهدوء، وفي نفس الوقت يعني تشكرها على أي مجهود دارت باش تكون هادئة. يعني فين ما درت واحد المحاولة يعني باش تكلم معك وهي هادئة، فضروري أنك تمدح فيها هاد الخاصية هادي. فملي كتكون مرتك هادئة أو كتهضر بشكل اللي زوين أو إيجابي، ضروري خصك تمدحها يعني بطريقة اللي مباشرة.
فنعطيك بعض الأمثلة اللي هي يعني من الواقع ديالنا. مثلا إلا تحدثتي معها وشفتيها أنها دارت مجهود يعني باش تهضر معاك بطريقة هادئة، فتقدر تقول ليها شحال زوينة الهضرة معاك وانتي يعني متفاهمة وكتهضري بهدوء. اولا مثلا تشكرها، تقول لها شكرا بزاف حيت فهمتيني وتفهمتي هذا الموضوع مثلا بهذه الطريقه زوينه. هذا الشيء كيعلم الدماغ ديالها ان الهدوء هو اللي كيخلي الراجل يتقرب ليها ويتصنت ليها. الخلاصه احبائي ان العلاقات الزوجيه خاصها الصبر والحكمه، وانا كنهضر هنا من طرف الطرفين، يعني الراجل والمراه. بالنسبه للراجل اللي كيعرف يتعامل مع النقار ديال مرتو ويواجهه بطريقه الهدوء يعني وتحديد الحدود، كيقدر يبدل بزاف ديال الحوايج في المرأة مع الوقت. نتمنى من الله يصلح يعني الأحوال ديالنا وأحوال الأسر ديالنا ويجعل السكينة والهدوء في أي بيت يا رب. نتمنى إن شاء الله البودكاست ديال اليوم يكون نال الإعجاب ديالكم. خليو لي التعليق، لماذا خليو لي اقتراحات على البودكاست الجاي، شنو تبغيوني نهضر لكم، شنو الموضوع اللي تختاروا، ونخليكم في أمان الله.